لو عايز اشتغل مونتاج او جرافيك ديزاين، ايه هي امكانيات الجهاز اللي اقدر اشتغل عليها؟ ولو انا لسه طالب في كليه هندسه، ايه هي امكانيات الجهاز برضو اللي اشتريها اللي تخليني اقدر اشغل برامج زي الاوتوكاد والريفت؟ اهلا وسهلا بيكم، انا اسلام فشار. للي ما يعرفنيش، انا مهندس مدني بقدم على قناتي هنا محتوى في المونتاج والتكنولوجي. فاهلا وسهلا بيك، تابعني على القناه عشان تشوف كل جديد، ويلا بينا. هل عمرك شفت واحد راح يتعلم السواقه، راح يتعلمها على العربيه 4x4، ولا بيجيبوا له عربيه كده على القد يتعلم عليها؟ نفس الكلام هنا بالظبط. امتى اروح اشتري جهاز ب 100,000 جنيه، وامتى اشتغل على جهاز ب 3000 جنيه؟ في الفيديو ده انا مش هقول لك تفاصيل زي استخدم كور اي 7 او كور اي 5 او رامات كذا او هارد كذا، لا لا لا، الفيديوهات زي كده موجوده كتير وتقدر تشوفها. امال في الفيديو ده انا جاي اقول لك إيه؟ طيب قبل ما اقول لك امتى ده وامتى ده، خليني احكي لك على تجربه شخصيه. انا لما بدات اتعلم جرافيك ديزاين اتعلمت برنامج الستريتور، وكان اصدار 2015. اتعلمته على جهاز قديم كان بتاعنا من حوالي 6 سنين تقريبا، كنا شارينه تقريبا ب 800 جنيه، وكانت كيسه فعلا تعبانه، كانت كورت ديو حاجه. ولكن الفكره ان انا كنت بتعلم، فساعتها مش محتاج امكانيات عاليه، بل بالعكس انا محتاج حاجه اللي انا اطبق عليها، مجرد ان انا اشوف ايدي شغاله في البرنامج. ومع الوقت ومع الشغل قدرت الحمد لله اطور من نفسي واجيب جهاز احسن شويه ان انا اقدر اشغل عليه البرنامج ده، برامج المونتاج زي ادو بريمير ودافينشي ريزولف. ولما الحمد لله الدنيا ظبطت اكتر، بدات اشتغل على برنامج افتر افكت، والحمد لله الواحد قدر يطور من نفسه في كذا مجال. طيب نرجع بقى للنقطه بتاعتنا، امتى اشتري جهاز قليل وامتى اشتري جهاز عالي؟ طيب انا دلوقتي كبدايه في حياتي كلامي موجه للناس اللي لسه بتبدا في التعلم. انا دلوقتي واحد لسه بتعلم مونتاج او بتعلم جرافيك ديزاين، مش لازم اروح اشتري جهاز ب 20 30 الف جنيه. ايه المانع ان انا اشتري جهاز بسكه 5000 جنيه؟ المهم طالما انا لسه بتعلم ومفيش مصدر دخل بيجي لي من المعده اللي معايا دي. انا واحد لسه بتعلم المونتاج، بتعلم الجرافيك ديزاين، لسه مفيش حاجه ولسه ايدي ما اشتغلتش، ولسه مفيش مصدر دخل اساسي بيجي لي من الكلام ده. لكن مجرد ما انت اتعلمت وخلاص ايدك مشيت في البرنامج، وخلاص فعلا قدرت تحقق دخل من الشغل ده، ساعتها استثمر الفلوس اللي هتجيلك من الشغل ده في انك تعلي الجهاز بتاعك. مقصد كلامي انك ما تخليش الماديات توقفك عن الشغل. يعني لو انت امكانياتك الماديه مش قد كده، مش لازم تروح تشتري حاجه عاليه، ممكن تشتري حاجه على القد. المهم ان ايدك تشتغل في البرامج دي وتقدر تطور من نفسك بعد كده. وان شاء الله لما انت فعلا ايدك تمشي في البرامج دي وتحقق حاجه كويسه، ساعتها والله هتلاقي الشغل جاي لك، وساعتها تاخد الفلوس اللي جالك من الشغل تعمل لها اعاده استثمار تاني. خلاصه كلامي في الاخر، ما تضغطش نفسك ولا تضغط اهلك ولا تحسس نفسك ان انت ناقصك اي حاجه، بل بالعكس. اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده ان انا شفت ناس كتير بتسال ايه هي الامكانيات ولازم يشتروا جهاز ب 10000 و20000. انا لغايه دلوقتي لسه شايف جهاز من حوالي اسبوعين كان 140000. مش مشكله الفلوس، المهم ان ممكن واحد جايبه ب 140000 جنيه وفي الاخر شغال عليه حاجات اللي شغال على كيسه كورت ديو هيعمل نفس الكلام. انا وانا بسجل الفيديو ده ما كنتش محضر له ولا اي حاجه، ولكن شفت ناس بتسال في امكانيات الاجهزه، فحبيت انقل التجربه بتاعتي معاكم ان الناس لو حابه تستفيد منها وتطبقها. وبس كده، اشوفكم حلقه جايه ان شاء الله. سلام.